السلام عليكم يا حبايبنا، اهلا بيكم. مناسبة جديدة خالص، هي افضل مناسبة واجمل مناسبة حصلت ليا في حياتي كلها. هتلاقوا قلوب كده طالعة من هنا ومن هنا ومن هنا. الفيديو كله هيبقى عبارة عن قلوب ورومانسيات، فالى اصحاب القلوب الضعيفة ما تكملش الفيديو ده وتقفل دلوقتي. لا انت رايح فين؟ ما تقفلش حاجة، خليك زي ما انت، اسمع الفيديو للاخر. يا جماعة النهاردة الذكرى الرابعة لمعرفتي بمراتي. طبيعي ان انا كل سنه اعمل حاجه مراتي بتحبها، او بفكر في حاجه مراتي ممكن تكون بتحبها بشتريها لها، بعملها لها مفاجاه. المفروض بكره يوم اللي انا عرفتها فيه، بس بما ان انا شغال بكره ومش هعرف اخد اجازه للاسف، انزل وسط البلد واشوف حاجه تكون قيمه وتكون مناسبه اليوم الجميل اللي لا ينسى ابدا، لان حصل فيه حاجات يعني نتكلم في المواضيع دي كلها ان شاء الله في فيديو منفصل. فخلوني انزل وسط البلد، بس قبل كل دوت اشترك في القناه، لان دوت دعم كبير ليا، ودوت بيخلي المحتوى بتاعي ينتشر اكتر واكتر، وعشان تعرف عني اي حاجه جديده. فبدون رغي كتير يلا بينا. المفروض اخش اجيب شمع من هنا، بس في زي ما انتم شايفين طابور كده، لازم استنى لغايه ما الطابور يخلص واخش اجيب شمع. فانا هجيب شمع بس عشان نعمل الشغل اللي انا عايز اعمله بكره. هي السنه الرابعه علينا. اجيب بقى اللي هي المكنه او حاجه كده زي المنفخ الصغير عشان انفخ بيه البتاع ديت، او نجيب دوت، نجيب احمر. هو المفروض في حاجات كتير بتعجبها، بس حصل مشكله كده فما عرفتش اشتري حاجه من امازون اونلاين. فخلينا نروح دلوقتي نشتري الورد وبعدين نرجع تاني. دلوقتي بفكر بقى نظبط الدنيا قبل ما تيجي، لان في الشغل حالا دلوقتي، فلازم بسرعه الحق اعمل الحركات اللي انا عايز اعملها. انتظروني. بس كده يا حبايبنا، ولاني كررها طبعا من الاول انها ما تظهرش معايا في الفيديو ومن زمان، يعني احنا من ساعه ما بدات القناه واحنا مقررين، وده كان قرارها طبعا في الاول وفي الاخر، ان هي مش عايزه تظهر في اي فيديوهات دلوقتي، ويرجع ليها طبعا القرار، لانها مش قاصره، هي تقدر تقول امتى اظهر وازاي اظهر، لكن طبعا لانها عارفه ان زوجها عربي وهي اصلا برضو عندها حياء كبير جدا، فهي مش عايزه تظهر بمنظر يكون مش اسلامي. ادعوا ليها وادعوا لي ان شاء الله بالهدايه. انا عندي متسع كبير جدا من الحريه، ان كل واحد حر في اللي بيعمله.
ايوه انا وافقتها جدا في القرار دوت، وهي لانها حاسه بيا وعارفه ان انا انسان غيور، فاخدت القرار دوت اصلا من قبل ما اتكلم معاها في اي شيء. وقالت ان شاء الله عن قريب لما البس الحجاب ابدا ان شاء الله ممكن نبقى نعمل فيديوهات مع بعض اذا ربنا اراد. وهي نفسها طبعا، حتى بس هو حصل موقف كده قدامها مع صديقه ليها انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي يظهر لك هنا دوت، فهو اللي قافشها شويه من موضوع الحجاب. بلاقي في الافراح دايما الزوج او العريس بينشر صوره بتاعه الفرح على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بيحط ايموجي او صورة كده على وش مراته، متخيل ان دوت جزء من الحشمة او الحياء. طب ما هو انت اصلا كل الناس شافت الصورة ديت، شافت زوجتك وهي موجودة بوشها. في بعض الرجال بيرضوا جدا عادي ان مراته في ليلة الزفاف تسيب شعرها، وعلى الرغم انها ممكن تكون محجبة قبل الزواج، وتلبس مثلا بنص كم عادي جدا. وفي بعضهم بيرضى ان مراته تلبس جزء. يعني انا مش عايز اخش في المنطقة ديت، بس انا ساعات بستغرب واقول لنفسي لو اتحط هو في نفس الموقف دوت ومراته هي اللي شيرت صورته هو وهي وحطت صورة زي ايموجي بيضحك او قلب على وشه، هيبقى رد فعله عامل ازاي؟ ولا هو عشان ان المرأة عندنا للأسف في اوطاننا العربية مضغوطة جدا، ومجتمعنا مجتمع ذكوري جدا، احنا عارفين كلنا الحقائق وعارفين ايه اللي بيحصل. بسأل نفسي هو ده نوع من انواع الحشمة او نوع من انواع الحياء ان انت تغطي وش مراتك؟ انا بقول ان لا اما تنشر صورتك انت وهي. طبعا انا ما اقدرش اقول انت تعمل ايه وما تعملش ايه، دي حرية شخصية، ولكن رأيي انا لو انا في مكان الناس اللي هي ممكن تنشر صورته هو ومراته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعملش الحركة دي ابدا، لان انا بقول ان الست بجد بتتجرح جدا. وانا عارف بقول ايه. لو في واحد راجل متخيل ان دي رجولة ودي جدعنة، فانا بقول له ان دي مش جدعنة ولا رجولة خالص. وبسأل نفسي بقول هو الوش اصلا حرام؟ انك تظهر وش مراتك افتخر بيها. لما بتدي الاحساس دوت لمراتك وتقول وتحسسها ان انت بجد مفتخر بيها قدام كل ومعرف الناس كلها ان دي مراتي ودي شرفي ومفتخر بيها، دي واحدة ام اولادك، واحده شايله اسمك انا زوجة يحيى، توصل لمراتك رساله بجد مضمونها ان انت خجلان منها، هي عيب، هي عوره. لا العوره احنا عارفينها، وانا مش شيخ ولا متشدد ولا متسيب ولا منفتح، ولكن اسلامنا اسلام وسطي. يعني اصلا مش عايز اخش في المنطقه ديت برضو لاني انا مش اهل للدين، ولكن وجهه نظر. ليه تدي لزوجتك، بيسموها زوج، عارف يعني ايه زوج؟ يعني اتنين، زوج واحد وواحد، فادي ليها الطاقة دي، طاقة ان انتي فخري، انتي الجزء التاني بتاعي، انتي اللي بتكمليني، فاديها الاحساس ده. انا مش شايف ان انت طالما مفتخر بجد بزوجتك وحد انت اخترته ان هو يبقى شريك حياتك ويبقى ام اولادك ويبقى هو اللي شايل اسمك، افتخر بيها. صدقني لما تديها الاحساس دوت هتكسب كتير قوي 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 من المرأة بجد. لو انت عرفت مفاتيح هتكسب كتير قوي قوي قوي. وده هينقلنا للنقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها بسرعة جدا. ريت لما تيجي تختار الزوجة، اختار الزوجة اللي انت متأكد انها عايزاك انت شخصك، انت روحك، انت البني آدم ده بس، مش لأي حاجة تانية، مش لعربيتك، مش لفلوسك والشهادة بتاعتك أو كذا. اختار البنت اللي انت حاسس انت هتفتخر بيها قدام عيلتك وتقول دي مراتي، وتفتخر بيها قدام الناس كلها. اختار البنت اللي انت حاسس انها هتبقى ام صالحة لولادك، وحاسس انها هتعلمهم دينك وهتعلمهم تقاليدك. انا هرجع اقول الحديث النبوي اللي بيقول الاخره فاصفر بذات الدين. في كذا حاجة لاختيار الزوجة، ولكن التفضيل دايما صاحبة الدين، لان لصاحبة الدين من وجهة نظر الدين الحنيف بتاعنا، وفي نفس الوقت هو الابقى. الجمال زائل، الفلوس زائلة، ممكن تخسر الفلوس، المنصب، العيلة، لكن الدين موجود بالجذر بتاعه في شخصية الست اللي انت هتختارها. رابع حاجة او خامس حاجة تقريبا، رابعة الخامسة تقريبا، مش عارف انتوا عدوا بقى، واللي انا قاصد نخليها في الاخر، انك تشوف الست اللي هي الدين عندها اهم منك انت شخصيا، حبها للدين اهم منك انت شخصيا، مراعاتها لله سبحانه وتعالى وطاعتها لله اهم منك انت شخصيا. لما يحصل ده صدقني انت هتبقى رقم 2 في حياتها بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. واهم حاجة بقى، واللي هي اصلا كلنا يعني بنفكر فيها كرجالة، واهم حاجة عندنا
هي الجمال، لازم تكون جميلة في عينيك، مش لازم بالمقاييس الجمال اللي هي بنشوفها على الانترنت والحاجات دي كلها، لازم تكون مالية عينيك، لانها لو مالية عينيك هتحميك كتير جدا من ان انت تبص بره او تلتهي عنها. وفي الاخر كل واحد حر في الاختيار بتاعه. بس يا حبايبنا ده كان كل حاجة النهاردة. ولو انت شايف ان انا قلت حاجة افادتك، يا ريت تشارك الفيديو مع حد من اصحابك، وتنزل تلاقي زر اشتراك كده احمر، خلي ابيض احسن، الابيض افضل بكتير، وده دعم لي انا شخصيا. وهتوحشونا يا حبايبنا. السلام عليكم.